بسم الله وصلاة وسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في لا فيديو تاع اليوم. بالنسبه للا فيديو تاع اليوم جبت لكم مشروع مربح من البيت، يعني مشروع هذا تاع واش كيفاش مشروع تاع عجينة السكر. يعني راكم تشوفوا في الاشكال كيفاش درتهم، والعلب يعني اللي راح تسأل العلب من جبتهم، وهادو البطاقات من جبتهم، وكيفاش وشحال درت في الكمية والسعر تاعها غادي تلقاوه حتى لاخر الفيديو. تبعوا الفيديو الاخير غادي تشوفوا التفاصيل كلها ان شاء الله. وشكرا. كيف ما راكم تشوفوا انا اول حاجه شريت هذا العلب من عند لوازم الحلويات، ولا تقدروا تشرو من عند لي غرانسيس. هذه تجي فيها 50 علبه، طيح لكم 45,000، يعني تجو رابحين سامير، تجو رابحين 5000. علاش؟ هما لو كنت تروحي تشريهم بالحبه يطيحوا لك 1000 الحبه، تروحي تشري سيري كيما هكا 50 حبه يطيح لك 45 حبه. انا ما شريتش سيري غير واحد، راني شريت شحال من سيري نوريكم. انا شوفوا معايا شوفوا شحال راني شاريه من سيري اللي رايحه نبدا بهم مشروعي. انا هادو غاد خلينا على جهه نبدا معاكم غير بهذه السيري تاع 50 حبه، ونبقاو نشوفوا كيفاش نعمروها. بالنسبه لكيفاش تجي وكيفاش تنتهي الصلاحيه تاعها، لازم تختاروا هذه عجينه السكر تكون مده صلاح انهاء الصلاحيه تاعها. مدة إنهاء الصلاحية تاعها تكون كيما نقولوا ما يكونش باقي لها عام ولا 6 شهور ولا لا. أنا كيما أنا اختاريت تموت في 2028، يعني مازال لها عامين. راكم تشوفوا معايا. ايا دوكا ما علينا غير نبدو نشوفوا شحال البواط شحال تخرج لنا. مع التالي غادي نقول لكم انا اللي بغيت نبدي به دوك اللي راه يتمشى هذا الموتيف تاع التخرج. غادي نخدم هذا وهذا باللون الابيض، وهذا جبنا كميه من عجينه السكر باللون الابيض. كيف ما راكم تشوفوا هذا اللي راه عندنا هنا النشاء اللي غادي يساعدنا في الخدمه. كاين اللي بغاو يستعملوا تيلوز، مي انا تيلوز ما نستعملوش. نحاول نعجنوها مليح بين يدينا حتى تعطينا الملمس تاعها هذاك نتحصلوا على عجينه مليحه الاستعمال. نحكموها بين صباعتينا. نحكموا هذه العجينه ابليكوها نساعدو بشويه مايزينا. راني باقي شويه فراغ هنا نحاولوا نملؤه. هنا نضغطوا عليها كيف ما درت في الفيديو السابق. كنت ذكرتكم باللي لازم تضغطوا باش يخرجوا لنا هذوك الاشكال. هنا خلاص هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. غادي نكمل هذه في العلبه كامل على نفس الشيء بنفس الطريقه اللي كنا نديرو فيها. نزيدو نخدموا هذه تاع الورقه اللي خاصين بالتخرج. غادي يعني دوكا يتمشوا مع صحاب الباك ان شاء الله ربي ينجحهم. هانتو الشكل تاعها نزيدو معنا. نكمل الكميه بنفس الشيء كيف ما راكم تشوفوا. هنا هادو هما الاشكال اللي تحصلت عليهم بعد ما كملت كيف ما راكم تشوفوا. دوكا نجو لمرحله التزيين اللي رايحه تكون بالناكري. ندو كميه في الغطاء تاع الناكري، نجيبو بانس يكون الشكل تاعو رقيق هكاك. نجيبو اول حاجه نجرب لكم هذه كيفاش يكون الصبغ تاعها. نصبغو غير هادو الوريقات تاع الوردات لا. راكم تشوفوا معايا نحكمو غير هادو الاوراق. نزيدو هذه الورقه هكا خلاص. هو الشكل النهائي تاعها. لا حبيتو يعني تزيدو ديروا ديكور غير هكاك خفيف هكاك.
هكاك راهي جاهزه معنا. نزيدو هذه كيفاش راح يكون الصبغ تاعها. هذه نجيبو الورق تاعنا نفوتو كامل الاغصان. بعدها هنا في وسط الوردة غادي نديرو غير نقطة بانس يكون رقيق في الوسط. هكاك خلاص ما نزيدو لها والو. هنا بعد ما كملت التزيين وكنت صبغتهم بهذاك الناكري كيف ما وريت لكم قبيل، ها هو الشكل اللي تحصلت عليه. وكما عليا نجيب غير علب نعمرهم فيهم كيف ما وريت لكم العلب اللي شريتهم هذو في اول فيديو. في كل علبة نحط 10 من هذا الموتيف. 5 8 9 10 هكاك. هنا عندي 10 حبات خلاص ما نزيدش، نزيد هنا ثاني 10. هكاك نكملوا نفس من هذه غادي نحط في العلبة من 15، من هذه غادي نحط 10 حبات، ومن هذه 10 حبات. نكمل الكمية هكاك ونرجع لكم بعد التعليب. هذا هو الشكل تاعنا اللي تحصلنا عليه. هكاك العلب تاعنا راهم جاهزين. نفوتوا عليهم بهذا الغطاء. كيف ما اللي راهي تتسائل وين نصت هذه البطاقه، كنت رحت عند السوبر، راني دايره فيديو قبل مي ما نضليش نرسل فيكم. كنت رحت عند السوبر خرجت هذه الورقه وقطعتها على شكل بطاقات ودرتها في هذه العلبه. دوكا في هذا الغطاء تاع العلبه، دوكا في كل علبه نحكم على الغطاء تاعها ونديهم عند لوازم الحلويات، عند لي غرانسيست، عند يعني تروحوا تحطوهم بالك يمكن يدوهم عليكم. واذا ما حبوش تولوا تخدموهم مع اللي يخدموا الحلويات بكونتيتي كبيره ما يكفيهاش الوقت باش تخدم هذو، تحطوهم معاها. دوكا ما عليا نقول لكم ما تنساوليش اشتراك ولايك وشكرا. ملاحظه كنت نسيتها، هنايا العلبه تاعنا اللي ما كنت قلت لكم عليها، هنا في الكميه راكم تشوفوا فيها في الكميه قاعده فارغه. انا هنا الكميه راني دايره 10 يعني 10 حبات. غادي في الكميه نكتب 10. بالنسبه للسعر البيع تاعها هذه انا دايرتها 10,000 100 دينار جزائري. بالنسبه لهذه كذلك هنا ما رانيش دايره البطاقه. هنا بالنسبه لهذو البطاقه هنا فاني في الكميه انا هنا لهذا الطربوش عجينه السكر يرفد بزاف، غادي ندير 8. معناتها السعر تاعها 100 دينار جزائري، 10,000 بدراهمنا. بالنسبه لهادو ما ياكلوش هادو نيموتيف ثاني صغار، دايره انا 12 حبه. غادي في الكميه نكتب 12 والسعر تاعها 100 دينار جزائري يعني 10,000. بالنسبه لهذو العلب الكبار يعني اللي بالنسبه لهذو الورود جايين كبار ويرفدوا عجينه السكر، هذو انا دايره هنا 15 حبه. بالنسبه للسعر تاعها دايرتها 20,000 يعني 200 دينار جزائري. مام هذه نفس الورده ونفس الموتيف. مام 15 هنا في الكميه غادي نكتب 15، السعر 20 دينار جزائري. بالنسبه اللي تكون رايحه تبيع المحلات لازم تنقص البري، يعني انا باش نبيع الوحده ولا اللي تكون رايحه تبيع بالجمله تنقص البري باش هو يدي الفايده تاعه ويعاود لها البيع وراكم عارفين. وهذه هي بالنسبه لهذه البطاقه انها الباجه تاعي نفسها اللي فتحت بها هذو البطاقات واتين فلور. وكما عليا نقول لكم ما تنساوليش اشتراك ولايك وشكرا.